يسميه البعض منبع الصلوات الخمس نظرا للظاهرة الغريبة لسيلان هذا الشلال الواقع ببلدية سلمى بن زيادة. هذا المنبع الذي يقصده الزوار من مختلف ولايات الوطن والأجانب للاستجمام والاستشفاء من بعض الأمراض تحول مؤخرا من معلم سياحي بالمنطقة إلى مكان لممارسة الخرافة والشعوذة. المزيد نتابعه في روبورتاج نجاة سوكو. منبع المشاكل الواقع جنوب سلمى على بعد 3 كيلومتر من الطريق الوطني رقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى وتكسنة هو رائعة من روائع الطبيعة الربانية يؤمه الزوار من كل أنحاء الوطن طلبا في الاستشفاء والاستجمام. والله كي مع وصلنا بعد ديك الباب كيتفتح تو تسون بيان تو سون اليز غيان كي تمباش باش انك تو بروفيت من لوكازيون سورتو حنا لي جون اللي نقراو ونخدموا سي ان مومون بور ديكونتراكتي باش تنسى لا ميزير ولا سيركولاسيون اي تو سا. جريان مياه النبع لمدة وانقطاعها لمدة أخرى حير العلماء على مر التاريخ، فمن الرحالة الأندلسي أبو عبيد البكري إلى المؤرخ الفرنسي شارل فيرو إلى بعثة علمية فرنسية عام 1947 كلها لم تستطع فك لغز النبع والذي أصبح أسطورة تتناقلها الأجيال. تاع لو ماسيف هذا il y a un réservoir ou là il y a plusieurs réservoirs ça dépend parce que les études ما تخدموش هنا sur le coup. Le réservoir هذاك يتعمر بالماء il y a des arrivées d'eau que ce soit des nappes phréatiques ou là d'autres sources à l'intérieur اللي احنا ما نعرفوهمش. Les arrivées de هذوك يعمروا un bassin. لو باسان هذاك عنده بليزيور سورتي رانا نشوفوا هنايا باللي كاين دي فيسور وما خارج من كل جهه. ظاهرة بغرابتها رسخت معها عبر العصور وإلى يومنا هذا معتقدات وطقوس خرافية حاولت في مجملها إضفاء طابع القسوة على عين لمشاكي والتبرك بمياهها من قبل بعض الزوار القاصدين إليها، وهذا ما يتنافى مع ديننا الحنيف. أيها الزوار الكرام، فإن لله كتاب منطوق وكتاب منظور. هذا الكتاب المنظور مثل هذا المنبع الغريب العجيب وهو من صنع الله سبحانه وتعالى، فتدبر في عز وجل وتمتع بهذه المناظر، وإذا عدت إلى بيتك علمت بأن هناك رب صنع هذا المنبع وأحسن صنعه، فتوجه إلى رب العزة عز وجل بدعاء من أعماق قلبك، فالشافي هو الله والضار هو الله والنافع هو الله. السلطات المحلية بدورها تدعو إلى محاربة هذه الظاهرة وسعيها لجعل هذا المنبع معلما سياحيا يستقطب السياح من داخل وخارج الوطن. هذا المعلم هو معلم سياحي، ولكن في الآونة الأخيرة رانا نلاحظ واحد الظواهر غريبة على ديننا الإسلامي، ولهذا رانا نفند هاد الإشاعات. هو معلم سياحي، ولكن المعتقد نتاع وحده تجي ولا واحد يجي هنا باش يتزوج ولا يصيب عمل ولا هذه كلها خرافات. نتمنى باش الناس تكف عن هذه المظاهر. ويبقى المنبع يحتفظ بمنظره الخلاب وسط ديكور طبيعي في غاية الجمال، فقط يحتاج محيط المنبع إلى تهيئة وإقامة المرافق السياحية التي من شأنها إخراج بلدية سلمى النائية من العزلة وخلق مناصب شغل لفائدة شبابها. انطلقت بعاصمة الحماديين بجاية فعاليات مهرجان الجزائر الدولي